السلام عليكم، ازيكم؟ الحوار النهاردة عن جزائرية في المغرب كانت بتظن ان المغرب بلد فقير، ولكن انبهرت وانصدمت لما شافت التطور والنظافة اللي في المملكة المغربية. طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك معنا في قناة جديد، عشان ان شاء الله اي مقطع هينزل هيوصلك شعر بانه نزل. يلا خلونا نبدأ. استنى نلقى كاش واحد نسقسيه. غير شابة وظيفة، شوفي نظافة والله غير راكم نظافة. ويلي على نظيفه، ويلي هادي واش مريضتي ولا اش قالوا لك على المغرب؟ قالوا ما عندكمش نظافة، ما كومش ايوا غير اللي قالوها لك تيقيها. استنى دقيقة نسقسي. سقسي. سمحوني، حبيت نعرف واش تعرفوا المغازان تاع إيفغوشي وراهو؟ اوكي، وهاد البلاصة كيفاش اسمها هاد البلاصة هادية؟ هذه ريتشيس تحت السوسه. قول من الفوق ما كاينش فوق مني، انا الفوق وكاين التحت، لقينا افغوشي كاين التحت. صح والله غير مغاربة. شفتي فيفي، شتي المغاربه كيفاش كيهضروا مع الواحد لما عارفينه ماشي من البلاد وعارفينه منين. شوفي اختي فاتحة هذه نعرفوها والله، غير كل يقول له مغاربة متربيين قسما بالله، هذه معروفة عليكم ناس متربيين. ايوا علاش كيطلعوا يعايرونا نتوما كتطلعوا تعايرونا في التيك توك؟ هذوك ما همش متربيين نورمال، عندهم يطلعوا يسبوا، معروفة عليكم ناس متربيين. هذه نقولوها غايبة منكم وقولوا راهم متربيين. والله غير دختة غادي ما تدوخيش راه تقدري تجلسي في شي بلاصه وتسرحي. لازم لك الطوموبيل باه تدوري هاد السونتر هذا، راهو كبير اختي. ايه والله غير جي مالو بي. وجلسي تسرحي بلاصه وقعدي. هاني نتورني مرحبا باي واحد وما نشوفش كاينه في المغرب اختي فاتحه فايحه. هاد الاخت في الرباط، دابا في الرباط، ولكن راه غادي شادين غيشدوا البراق غيمشيو لطونجي وقيله. تحيا ام قاله. ايه ياخذ لي لي بلانت. ليندا غتمشي لطونجي ياك؟ ايه نروح. حبيت نقول لكم راني رحت البارح في لا بيسين تاع الرباط، شابه واش نقول لكم. يا الماء كل شيء شمخ في روح. هذيك بروميير دافريك، هذيك لا بيسين تروازيام مونديال. واش نقول لكم كيف راهي شابه. ودابا دو جور وانا ليندا انا دابا ما عرفتش شحال غترجعي ثاني للمغرب. ميرسي ام قال الله. دابا تخيلي المغرب غترجعي ليه من دابا ل 2028. ما غتعقليش عليها، عقلي على هادشي اللي شفتي وعقلي علاش غتشوفي ان شاء الله من بعد. راهم في لي ترافو كلش جديد و بوكو تشوز. والله غير الضغط. هادوك اللي كيقولوا علاش المغرب بغى ينظم كاس العالم، بغيت غير نقول لهم واش شافوا فرنسا البارح. سمحوا لي نتوما البنات، حيت ربما هادشي ما كيهمكمش، حيت الجزائر ما كاع ما مشاركه بعدا في الاولمبياد، ما بغاتش تنظم حتى حاجه. ما تقلقوش، بعض الخطرات راه كنكون جديه في هضرتي. البارح شوفوا شحال خسرات باريس. كيهضروا بان باريس خسروا واقيلا 9 المليار على الافتتاح ديال كاس ديال الالعاب الاولمبيه. ودابا واحد يسول راسو علاش واحد الدوله غتخسر هذاك المبلغ المالي كله باش تنظم واحد التظاهره رياضيه. كنت ما كيدخلوش الفلوس ما يمكنش غادي تنظم شي حاجه لانها كتستافد منها. دابا ليندا قولي كيفاش كنتي كتخيلي انت المغرب قبل ما تجي؟ باش ربما تفيفي راه غتبدل الفكره. انا فيفي كتبان لي انسانه ظريفه، حتى هي نقيه ماشي. كنت نحوس على لي سيغور دو شوسور، مازال ما شفتو. كنت نحوس على هادوك لي دام دو جوا، ما لقيتهمش. هذا راهم يكذبوا علينا وبرك. ولكن دابا نتعلموا باش ملي يبدا يهضر لكم شي واحد على شي حاجه ما تبقاوش تصنتوا ليه.
هنا فين الواحد ملي كيبدا يعاود لك على واحد الحاجه وكيكذب، كاينه انترنت، يمشي الواحد يقلب ويشوف باش يفهم واش داكشي اللي كيتقال بصح ولا بالعاني. حيت ما يمكنش تكون مثلا السياحه عندك في البلاد 14 مليون و 12 مليون وكلهم هذوك 12 مليون جايين غير على الفساد. لا هادي والله غير اذا البنادم خصو يستعمل عقلو شويه. 14 مليون ودمي. ونقول لكم راه دابا ولاو اوروبا البرامج التلفزيونيه اوروبيه كتنقل المغرب، ولات المغرب داير اشهارات لبلادو في لي زيغوبور. الا مشيتو لبلجيكا، ما عرفتش انا فرنسا ما دزتش منها، ولكن الا مشيتو لبلجيكا، مشيتي لهولندا، مشيتي لدول الخليج في الدمام، كتلقاي سميتو السياحه المغربيه شي دول كتخلص فلوسها باش دير لا بوبليسيتي للسياحه في بلادها. هذا مول غير صغير، قولها تمشي لمياكو مول، راه في الرباط. راه هي في الرباط دابا، ما عرفتش فين في الرباط حيت انا ما كنعرفش الرباط مزيان. اكيد اون فرانس اكيد، لان الدول كما كيدير الناس كتخلص دابا الفلوس كبار باش برامج تلفزيونيه دير السياحه. يا والناس لا كلاس كل شيء كله منظف الله يبارك. نضاف والله غير نضاف. وراه ضروري خصو يكون هنا نقي، راه الناس ضروري الا ما كانت هاد البلاصه نقيه، الشوارع نقيه بالاحرى لواحد السونتر كوميرسيال. قالوا لي سيري للرباط السونتر راه فيه واحد كبر من هذا ميغا مول. سناي انا نطلع غدوه البنت رجليها يوجعوا فيها. راه قال داكشي اللي قالت لي مسكينه. ما تجاوبوش الاخوه الجزائريين اللي كيدخلوا يعايروا، ما تجاوبوهمش. لا انا معايا جوج جزائريات، ما الله يستر عليكم، ما تجاوبوهمش. هذوك اللي كيدخلوا يعايروا راه غير ربما كاع ما يكونوا جزائريين، راه بعض الخطرات كيدخلوا شي وحدين من البوليزاريو باش يعايروا، باش حنا نتخاصموا مع الجزائريين. صافي ما تجاوبوهمش. وانا كنت انا نمشي للمغرب ونتلاقى مع جزائري ونشوف والله تنعرض عليه في المشكل، غنعرض عليه ونرحب به في بلادي لان بلادي هذيك، لان انا بلادي هذيك هكاك تربينا، هكاك اصلنا. ما تيك عايشه راني روح سمحيني، عايشه راني روحت لاكار اكدال دايره كيما لايروبور، والله كي شفتها j'en croyais pas mes yeux. شابه فريمون شابه، خير من تاع ليندا. سيري اللودايه، سيري المارينا، جيت الضريح، سيري يعني كاين بزاف ديال الاماكن نقدروا تشوفيهم على حسب شحال من نهار غتجلسي في الرباط. انت شفتوا كده يا شباب، المقطع ده كانوا بيتكلموا هنا، وكانت جزائرية بتصور مدينة الرباط ومول بسم الله ما شاء الله. المول ده يا جماعة فخم جدا في مدينة الرباط المغربية، وكانوا كده هم مصدومين بالنظافة طبعا وبنظافة الأرض في المغرب. النظافة في المغرب دي يا شباب في أي مدينة مغربية زي طنجة، كازابلانكا، الرباط، مراكش، شفشاون، المدن المغربية دي يا شباب حرفيا النظافة في أي مكان في الأرضيات هتلاقي نظافة. والشعب المغربي ده من الشعوب اللي هي بتهتم جدا بموضوع النظافة، تهتم جدا بنظافتهم، يعني نظافتهم الشخصية وكمان نظافة مدنهم، المدن المغربية والأرضيات كده، الشوارع حاجة رهيبة. هما كانوا منبهرين طبعا بالموضوع ده الجزائريات طبعا. وبالنسبة طبعا للمغربية اللي معاهم في البث، هي كانت برضو بتعرفهم أكتر عن النظافة وعن البلد، وعن كمان اتكلمت عن كأس العالم اللي سيتم استضافته في المغرب. وبيقولك يعني اتفرجوا يعني ليه كمان ان المغرب هتستضيف كأس العالم، شوفوا جمال المغرب وشوفوا نظافة المغرب وشوفوا تطور المغرب
واشوفوا كده شعب المغرب. وكمان خدوا في بالكم كمان ان بتقول لك ان المغرب طبعا اكيد كل دولة هتستضيف بطولة كبيرة اكيد هتستفيد من البطولة دي. اذا كانت تستفيد من ناحية السياحة ان طبعا هيجي لها ناس كتير من كذا دولة لمشاهدة المباريات، حاجة طبعا رهيبة بسم الله ما شاء الله هتكون بإذن الله يعني. وطبعا ده هيكون كأس العالم 2030 يا شباب. بس كده يا شباب دي كانت نهاية المقطع. ربكم المقطع ده عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في قناة جديد عشان بإذن الله المقطع ينزل يوصلك شعر بانه نزل. ويلا في أمان الله وحفظه.